تونس ضد السويد، معاينة مباراة كأس العالم 2026. مرحبا بكم جميعا وأهلا بكم في تغطية جديدة من كأس العالم، حيث ننتقل اليوم إلى مواجهة قوية ضمن دور المجموعات في المجموعة F التي تضم إلى جانب تونس والسويد كل من هولندا واليابان. يدخل المنتخب التونسي هذه البطولة بطموحات كبيرة من أجل تحقيق مشاركة تاريخية ومحاولة تجاوز دور المجموعات، مع الاعتماد على الانضباط الدفاعي واللعب الجماعي وروح الفريق. أما منتخب السويد فيسعى إلى تقديم أداء قوي في هذه المجموعة الصعبة، حيث يعتمد على القوة البدنية والتنظيم التكتيكي من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور القادم. هذه المباراة تعتبر مهمة جدا في حسابات المجموعة، لأن كل نقطة ستكون حاسمة في سباق التأهل بين المنتخبات الأربعة. تنطلق المباراة يوم الأحد 14 من يونيو 2026، وتختلف مواعيدها حسب الدول العربية، حيث تكون في توقيت تونس والجزائر والمغرب الساعة 3 صباحا يوم 15 من يونيو، وفي توقيت مصر وليبيا الساعة 4 صباحا، بينما في توقيت السعودية وقطر والعراق تكون الساعة 5 صباحا. أما القنوات الناقلة في الدول العربية فستكون عبر شبكة بي سبورت، مع إمكانية المشاهدة أيضا عبر خدمة البث المباشر بي إن كونكت في جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك تونس والجزائر والمغرب ومصر وليبيا والسعودية وقطر والعراق. في النهاية تبقى هذه المواجهة قوية وصعبة على الطرفين، مع ترقب كبير من الجماهير لمعرفة من سيبدأ مشواره في هذه المجموعة بأفضل طريقة ممكنة. من تتوقع أن يحسم هذه المواجهة، تونس أم السويد؟ اكتب توقعك في التعليقات، ولا تنسوا متابعة المزيد من ملخصات ومباريات كأس العالم.